اهلا بيكم معانا في كلام ما بيننا. النهارده حلقه مميزه بالنسبه لي، وان شاء الله تبقى مميزه بالنسبه للمستمع والمشاهد. حلقه اسمها قوه الكلمه والحرف. هتوصلنا لفين؟ هنروح بيها لفين؟ هو علم باطني جدا، مش اي حد بيوصله، مش اي حد بيعرف يفهمه. محتاجين نوضحه ببساطة، محتاجين نخش نفهم، لأنه في أسرار كتير في معرفة الإنسان من بداية الخلق. هو علم التأويل. هنخوض التجربة مع باشمهندس عمار مبارك مع الكتب بتاعته الفكر والقلب والإشارات السبع. يلا بينا. حابين نتعمق شوية في علم التأويل. فعايزة أعرف، هل التأويل ليه علاقة بالتفسير؟ التفسير هو أدنى درجة من درجات التأويل. هي الدرجة اللي هي تعتبر القشرة أو الدرجة السطحية اللي هي بتاعت عامة الناس تعتبر إيه. ده العلاقة بين التأويل والتفسير. طب إيه علاقة التأويل والهندسة؟ هل في علاقة ما بينهم؟ والله لأ، هو الهندسة يعني مش يعني التأويل مش حكر على الهندسة ولا حاجة. هو بس ليه مفيش اخترت يعني أنت ليه حطيت الحتة دي معاك، أو ليه اخترت الحتة دي؟ مع أقول لك إن على حاجة. تخصصك هندسة، يعني ده حاجة وده حاجة تانية خالص. هو أنا مش بختار، يعني أنا ما أنا عارف، اخترتش. بس هو هقول لك على بس حاجة أي يعني. حد هيبقى حابب يعرف اشمعنى أنت رحت للحتة دي. اشمعنى ليه هندسة اه وإيه اللي اه جابها اه للتأويل يعني. اه لا، اقول لك على حاجه. هو التأويل هي مش حكر على هندسه او طب او اي حاجه. هو ممكن يبقى من الغفير للوزير. صح. يعني ممكن واحد تلاقيه معهوش شهاده اصلا وعارف من علوم الزمان كتير. فماني. صحيح. وفي ناس مثلا ممكن تكون معاها شهادات وما تعرفش حاجه، عادي جدا. بس هو انا هقول لك على حاجه. هو ممكن الرابط الوحيد اللي ممكن يبقى فيه ربط بين الاتنين دول هو ان مثلا المؤولين الأوائل أو الكبار من سيدنا آدم لسيدنا إدريس لسيدنا يوسف كانوا مهندسين مثلا. ممكن يكون ده رابط. يعني ممكن يكون ده الرابط الوحيد. لأن هي الهندسة فيها دي الهندسة الأصلية بقى اللي هي فيها من العلوم الطاقية أو علوم البناء أو علوم الكهرباء الحقيقية بقى، يعني غير. فممكن يكون ده الرابط الوحيد بس. إنما هي مش حكر طبعا. هي ما لهاش علاقة الهندسة مش حكر على الهندسة التأويل يعني. أيوة فهمت. بس فممكن لو في رابط يبقى ده الرابط الوحيد، ان المؤولين الاوائل كانوا مهندسين برضه ممكن. بس طيب هل علم الجفر ليه علاقة بالتأويل؟ والله علم الجفر ده يعني سمع عنه زي سمع الناس. يعني هو طبعا علم الجفر هو العلم المربوط بسيدنا علي أيوة. ابن ابي طالب. بس هو منسوب ليه، بس هو مش تبعه. لان ازاي؟ سيدنا علي هقولك ان سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ما ينفعش كان يكتب علم يورثه للناس. ما ينفعش كان يبقى مكتوب. لأن سيدنا علي علمه متوارث من سيدنا النبي. وسيدنا النبي ما كتبش صلى الله عليه وسلم ما كتبش علم ورثه. هو العلم اللي جايبه هو القرآن بس. صحيح. فهو سيدنا علي لو ورث هذا العلم، يعني سيدنا النبي بيقول ايه: أنا مدينة العلم وعلي بابها. لو النبي صلى الله عليه وسلم كان كتب علم ورثه، هو سيدنا علي ورث العلم منين؟ ورثه ازاي؟ سيدنا النبي. ورثه ازاي؟ ده بالتوارث الجيني. صح كده. فهو توارث العلم بيبقى جيني، مش بيبقى بكتابة. فهو سيدنا علي مثلا ورث علم في ناس جت بعده كان عندها علم متوارث نسبته بالوراثة لسيدنا علي. إنما سيدنا علي مش هيكتب كل العلوم دي وكل الحروف دي لا، هو كان ممكن مثلا يقول معلومة لحد، فالحد ده بعد كده يكتبها فينسبها لسيدنا علي، فبعد كده حد يكتب معلومة تانية فينسبها لسيدنا علي، وهكذا. إنما مثلا لو جينا نقول مثلا، لو احنا مثلا ما نعرفش ان سيدنا علي هو قريب سيدنا النبي، هو ابن عمه، لو احنا ما نعرفش المعلومة دي وجينا نقول مثلا مين يعني مين من الخلفاء الراشدين من الصفات ومن العلم يبقى قريب سيدنا النبي، كنا هنختار مين؟ سيدنا علي، حتى لو احنا ما نعرفش انه قريبه. ليه؟ لان هو وارث العلم من الكلام اللي بيقوله، من صفاته، من شكله، من كل حاجة، حتى لو احنا ما نعرفش. أيوة. فهو العلم نفسه علم وراثة، بيجي بالجينات. ولذلك بعد كده العلم لما بيتوارث مش بيتوارث بالكتابة بالكتب،
وإلا كان ممكن يبقى مع الفجار بقى، صح كده؟ ايوه فعلا. يعني كان ممكن العلم يبقى مع الفاجر، انما العلم بيتوارث مع الاتقياء بس، مع العلماء بس، مع ربنا بيصطفيهم بس. صح. هو العلم بيجي بوراثه مش بكتابه. فالعلاقه بين التأويل والجفر هي ما فيش علاقه اصلا، مفيش علاقه خالص. هو ممكن يكون الشبه في ان هما بيتكلموا في علم الحروف والارقام مثلا، ممكن. انما مثلا التأويل، يعني بتكلم في التأويل ده، بتكلم في تأويل مستقبلي، يعني بتكلم في حاجات مستقبليه مثلا في تنبؤ. ما انت في كذا لايف ليك وفي الكتب بتاعتك سواء الاشارات السبعه او الفكر والقلوب. في حاجات انت حاططها ضيفه، وحقيقة ليلة القدر اكتر واحد طبعا. عن المستقبل، فده تنبؤ. طيب فهل ده بيرجع او مرجعه لعلم التأويل؟ ايوه طبعا، هو ده اساس علم التأويل. عشان كده بقول لك هو ما ينفعش يكون مربوط بعلم الجفر، لان الجفر لو هو مش منسوب طبعا، هو منسوب لسيدنا علي، انما هو مش تبعه. علم الجفر ده علم ماضي، انما التأويل ده علم مستقبل. صح. ما ينفعش يكونوا اصلا ده ماضي ومستقبل مع بعض، ما ينفعش يكون بس الاتنين بيكملوا بعض. لا برضو لا، ما بيكملوش بعض. هو انا عن نفسي يعني سمعت عن علم الجفر ده قريب، انما هو ما ينفعش يكون مربوط لسيدنا علي، هو مش تبعه خالص. العلم اللي احنا متعارف بالنسبة لنا، عايزين نعرف هل ليه ثوابت؟ علم التأويل ليه ثوابت؟ علم التأويل ليه ثوابت. الثابت الوحيد للعلم ده هو القرآن الكريم، ده الثابت الوحيد بس. انما مثلا انت ممكن تقصد المعارف اللي الناس لا، دي ملهاش ثوابت خالص نهائي. طب هل ده بيبقى لأشخاص معينة يعني مثلا ولا إلهام؟ ما انا هقولك، هو في فرق مثلا بين الحاجات مثلا اللي احنا بندرسها. يعني مثلا في الهندسة مثلا درسنا الفيزياء والرياضة والكلام ده. أيوة دي حقيقة. كل الكلام ده دي معارف وخدناها بالخبرات وبالدراسة. وارد مع الزمن تتغير، بدليل ان احنا لحد دلوقتي ما نعرفش الاهرامات اتبنت ازاي، واحنا دارسين كل طرق البناء فعلا. ما نعرفش مثلا الكهرباء اتولدت ازاي زمان، ما زمان كانوا عايشين بالكهرباء برضو. ايوه ما نعرفش عن طريق الاهرامات، عن طريق حاجات كتير صح. ما نعرفش اتولدت ازاي برضو. فوارد مع الزمن الدراسة تتغير اللي احنا دارسينه بقى في كتب. هل دي ليها علوم او ليها اساسيات بس مش موجودة، او موجودة واختفت، او لا هي ليها اساسيات بس احنا ما نعرفهاش. تمام. ممكن نعرفها مع الزمن، ممكن جايز، ممكن وارد ان احنا نعرفها مع الزمن، انما احنا ما نعرفوش. ايه المقصود بمقامك في السماوات؟ مقامك في السماوات هو اللي هو ده كتاب الإشارات السبع. ايوه. مقامك في السماوات، احنا قلنا ان السماوات هما 7 درجات، 7 درجات طباقة، يعني 7 مقامات. لأن الإنسان هو بيمر ب14 مقام، في 14 مقام، دي مقامات النفس. 14 مقام في 7 سماوات وفي 7 أراضين، صح. تنزل الأمر بينهن، بين ال7 سماوات وال7 أراضين. ال14 مقام دول أنا اتكلمت عن ال7 اللي فوق، يعني لسه هنتكلم بإذن الله بعد كده يعني على الكتاب الجديد، مش اللي الجديد ده، بعد كده اللي يعني. بعديه. اوكي. عن ال7 اللي تحت اللي في الأرض. فمقامك في السماوات هو مقام الارتقاء بتاع الإنسان اللي بيرتقي بيه في السماوات. كل سما بقى فيها مقام نبي، لأن الأنبياء مقامات برضو. أيوة دي حقيقة. مقام نبي، وكل سما فيها أسماء حسنى هي مفاتيح السما دي. وكل ما بيرتقي وإشارات معينة دي كل ما بيعملها في حياته هو بيرتقي لمقام سماوي معين حتى هو على الأرض يعني. هل خاصة بناس معينة ولا ده للناس كلها، الناس كلها بتخضع لل14 مقام دول. انت لازم تكون في مقام فيهم، يا مقام أرضي يا مقام سماوي. كل ما انت بترتقي وبتعمل حاجة او بناء على الاشارات بقى اللي بتعملها على حسب يعني بترتقي، يا اما بتنزل تحت. الانسان مش الكون ما فيهوش حاجة ثابتة نهائي، انت يا فوق يا في ال7 اللي فوق، ال7 سماوات اللي فوق، يا اما في ال7 اللي تحت، يا في ال7. ده مقامك في السماوات، ال7 السماوات يا اما ال7 اراضين. بس هم ال14 مقام دول الانسان بيبقى فيهم. ولذلك القمر بيمر بمنازل. طبعا. منزله المكتمل في مقام ايه؟ ال14. عشان كده بنقول القمر 14 هو المكتمل. أيوة.
في الثلاث ايام القمريه 13 14 قمر 15 14 هو المكتمل ليه؟ لأنه جمع فيه ال 14 مقام، فهو بقى عنده خبرة ال 14 مقام كلهم، يعني بيمر بفترة محاق وبعد كده بيرجع يكبر وبعد كده بيصغر تاني، ايوه دي حقيقه وبعد كده بيختفي تاني وبعد كده بيمر بنفس المرحله. فهو ليه قمر 14 عشان هو بيمر بال 14 مقام اللي هو مقامات النفس ال 14. اتكلمنا عن ال 14 نفس. ما ال 14 نفس ما هم اللي انا لسه قايله، اللي هم السبع عايزين سماوات. بتوضيح مبسط شويه عشان مش اي حد برضو بيستوعب الحته دي. طيب هو النفس عامة ما دي هتاخد مننا وقت طويل قوي. النفس هقول لك على حاجة. النفس بتميل عامة لأنها ترتقي، لأنها مربوطة بالروح، والروح ده كائن علوي، يعني مخلوق علوي سماوي، لأن النفخة كانت في آدم عليه السلام كانت فين؟ كانت في السماء. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما نفخ في آدم ما نفخش ليه هو على الأرض، هو نفخ ليه وهو في السماء، وبعد كده لما عصى نزل الأرض. صحيح. فكلنا فينا لمسة روحية، اللمسة الروحية دي هي اللي بتخلي الإنسان بيميل لأن هو يرتقي في السماء. فعشان كده الإنسان مثلا وهو نايم الروح بتعمل إيه؟ بتطوف بتعرف الأخبار بقى وبتجيب له هل دي حقيقة؟ طبعا هي الروح أصلا طوافة. الإنسان لما يسكن أو بينام، يعني حتى لو هو فاجر، هو لما بينام بيبين إنه مش ظالم عبادة. ليه؟ هو عشان بيدي فرصة لروحه تنطلق. في ناس وهي صاحية بقى روحها بتنطلق. هل ده طبيعي؟ طبعا. لما يكون نفسه أصلا مرتقية في السماوات، في مقام بقى في مقامات السما زي الأنبياء مثلا والعلماء والناس دي، بتبقى روحه طوافة على طول عادي، لأن هو كده فين؟ فوق، في مقام في مقام فوق، فالروح بتبقى طوافة. فعشان كده هي دي السبع أنفس مثلا السماوية. في بقى الفجار بقى والمنافقين ومش عارف ايه، دول في السبع أنفس الأرضية اللي تحت. ده باختصار يعني لل14 مقام. هل العلم ده متاح لأي حد؟ علم التأويل؟ في حاجات في علم التأويل متاحة للكل، وفي للخاصة؟ وفي الخاصة طبعا. طبعا، لأن هو زي ما قلنا احنا هو مش علم هتاخده من دراسة. ازاي الواحد يقدر يفرق؟ تقدر تفرق بالتنبؤات أو بدرجة عمقك في العلم مثلا. يعني أقول لك على حاجة، أنت مثلا في حاجات تأويلية هتيجي مثلا تسمعيها، فهتلاقي نفسك لوحدك كده ربطتي حاجة بحاجة، فتيجي تقولي معلومة زيادة مثلا، فده كده انت بدون مجهود منك لما سمعت تنبأت بحاجة. وفي ناس مثلا زي ما انت متنبئ كده في ليلة القدر بكذا حاجة في سنة 2025 مثلا. فدي تنبؤات صغيرة على فكرة. ما انا عارفة. يعني دي تنبؤات اساسا صغيرة. ففي ناس لما بتسمع مثلا تنبؤات معينة، وده تأويل مش غيب، في فرق بينهم طبعا. بالغيب عايزين نفرق ونتكلم في النقطة دي برضه عشان في ناس بتفهمها غلط. في ناس بتفهم الموضوع ده غلط، دي حقيقة. طيب، فهو مثلا لما يجي يسمع معلومة معينة أو تنبؤ معين، أو نربط مثلا بين الأهرامات ومش عارف ونهر النيل ومصر وليلة القدر، هو لوحده مروح قايل معلومة زيادة وبتبقى حقيقية، فده تأويل. إنما مثلا ده تأويل، ده التأويل المتاح للعام عادي. إنما في تأويل تاني ممكن متاح للخاصة بس. متاح للخاصة. إزاي طيب؟ اللي هو بداية الخيط أساسا. ما هو بداية الخيط التأويلي. ما هو مين اللي هيجيب مثلا ان 2025 علم التسعة مربوطة بالاهرامات مثلا ابدي مثال يعني، مين اللي هيقول كده؟ ده لازم من علم الخاص. في علم الاسماء في اسرار، ازاي بنقول ده متوارث وللخاصة او للمصطفيين؟ علم الاسماء هو ده السر، وانا عملت حلقة عن السر المتوارث. ده هو السر المتوارث من سيدنا ادم عليه السلام. هو سيدنا ادم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى وقال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة ده أما هينزل وهيبقى ليه ذرية هو مش هيتعلم الذرية دي مش هتتعلم الأسماء زي ما هو اتعلمها، أكيد لأ. هو ده ربنا علمه مباشر، يعني زي ولا المثل الأعلى مثلا زي التلميذ والأستاذ، ربنا علمه مباشر، هو علمه الأسماء. فالذرية اللي هتبقى في الأرض دي مين هيعلمها؟ هي هتتوارث
زي ما كنا بنحكي عن سيدنا علي والنبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة هي والسلام. تتوارث العلم بالجين الوراثي، بالنطفة يعني. فالتوارث ده جزء كبير منه من علم الأسماء، وعلم الأسماء جزء كبير منه هي الأسماء الحسنى. ولذلك دايما بقول إيه، إن الناس لازم تركز هي بتسمي أولادها إيه، لأن ده جزء من الوراثة. يعني أنت الناس مثلا بساعات ناس كتير طبعا بتمشي ورا الترند، ورا الأسماء المشهورة، ورا أسماء أجنبية أصلا. الأسماء دي ملهاش تأويل خالص، هو كان بيأثر على المولود، سواء اسم ولد أو اسم بنت، بيأثر على المولود. فلازم أنت تجتهد في إن أنت تعرف اسم ابنك أو اسم بنتك، إما بقى بالإلهام، إما بحلم، إما برؤية، إما اسم عربي. طبعا زمان كان في ناس كتير بتقول انا حلمت ان انا جاي حد قال لي سمي فلان. أيوة بالظبط، ناس كتير طبعا. هو ده، وعلى فكرة هو ده الطبيعي، ده الطبيعي اللي المفروض بيحصل مع أغلب الناس. بس الناس عشان مش مركزة، زي الإشارات اللي بتيجي للناس في الحياة عامة، هي بتيجي للكل، بس هي الناس عشان مش مركزة فالإشارات إيه، بتتوه منها. فنفس الكلام بالظبط، انت لازم تركز في الأسماء الحسنى المؤثرة في حياتك. زي ما قلنا، انت بتدور مثلا، ده طريقة يعني من الطرق، انت بتبص مثلا في الاسم الخماسي بتاعك وتطلع منه الأسماء الحسنى اللي موافقة للأسماء دي، أو بتشوف الصفات اللي كانت موجودة في التاريخ العائلي بتاعك وبتطلع منه الأسماء الحسنى اللي مناسبة للصفات دي، وهكذا. تدور على الأسماء الحسنى اللي مؤثرة في حياتك، إن دي موروثة من آدم عليه السلام، جاية كده بالانتقال من النطفة من شخص لشخص لحد ما وصلت لك. ولذلك انت ليك اسم، لو اسمك حقيقي فهو مؤثر في حياتك طبعا. ايه علاقة الألوان بالأسماء بعلم التأويل؟ الألوان والأسماء والتأويل، هو كده علاقة التلاتة ببعض. هو كده التأويل مربوط بكل حاجة. أيوة دي حقيقة، أنا عارفة حاجة زي كده. الألوان جزء منها، هو طبعا جزء طويل كبير شوية، اتكلمت عنه في كتاب تأويل الفكر والقلوب. بس هقولك بصورة مختصرة يعني، الألوان هي جزء من اكتمال الصورة التأويلية. ازاي؟ يعني مثلا هنقول مثلا مثال الفيلم الأبيض وأسود والأفلام الألوان مثلا، ايه الفرق بينهم؟ تفتكري مثلا ايه الفرق بين الفيلم الابيض واسود وفيلم الوان؟ هي الدرجة. لا الفرق في الصورة العينية. ايوه الصورة، درجة او الكادر، درجة استيعابي للكادر. فالالوان نفس الكلام، بتزود درجة استيعابي للكادر، للصورة. يعني مثلا لما الناس بتسجل مثلا فيديو او صورة، وفي صورة الوان وصورة ابيض واسود، الصورة الألوان أنا هطلع منها معلومات أكتر، فهي بتزود الصورة التأويلية ليا. فاهماني؟ يعني مثلا زي ما قلنا، إزاي يوسف عليه السلام عرف إن اللي شافه في المنام كوكب، ما من ألوان الكوكب طلع اسمه كوكب. يعني مثلا لما شاف الشمس مثلا بلونها، ذكرها بلونها، عرف اسمها شمس، شين ميم سين، ان كل حرف ليه لون وكل حرف ليه درجة وهكذا. فالالوان هي جزء من اكتمال الصورة التأويلية. ده باختصار يعني عن الالوان وعلاقتها بالتأويل. هل العلم ده من خلاله نقدر نغير نظرتنا للحياة والواقع بتاعنا ونعرف ايه سبب وجودنا؟ هو علم التأويل اصلا موجود ليه اساسا؟ هو أيوة. موجود ليه؟ هو موجود ليه اساسا؟ عشان انا ارجع اعمل حاجتين، ارجع للاصل. ما هو التأويل ده اللي هو الاول شيء. ان انا ارجع لاول شيء. اول شيء هو مين؟ اول حاجه هو مين الاول؟ هو الله سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل. فاحنا ما شفناش، لا شفنا ربنا ولا سمعناه ولا حضرنا القصه بتاعت ادم خالص. فهو ادم ربنا سبحانه وتعالى علمه الاسماء عشان نتوارثها، عشان من خلالها بالتأويل نرجع لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ده اول حاجه. تاني حاجه النبأ، قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله. ده سيدنا يوسف. أيوه، نبأتكما بتأويله. فهو أصلا علم نبأ. يعني علم إيه النبأ ده؟ اللي هو التنبؤ. يعني التنبؤ مش حرام؟ لا مش حرام طبعا. ازاي ده؟ في ناس كتير بتحرم وتقول ده دجل وشعوذة
ما هو دي الصورة اللي الشيطان حطها في زي الناس اللي بتتكلم، يعني مثلا لما بنتكلم في علم الحرف والكلام ده، ما الناس بتقول برضو دجل وجنون. ايوه، وسحر مع وحاجات ان كده ده غريبه. مع ان ده هو علم القرآن. هو القرآن بادئ بإيه أصلا؟ بالحرف. بادئ بالحروف. فتاني حاجة بيعملها التأويل هو التنبؤ. والناس اللي بتقول مثلا الدجل والشعوذة والكلام ده كله، هو احنا زي ما قالوا مثلا على النبي هو ساحر، وما هو ما كانش بيسحر خالص. ايوه، لا خالص. بس هو كان لما يجي يقول مثلا حاميم، هو مش عارف يعني، هو ده علم حروف مم. بحت. ألف لام ميم عين سين قاف، هو كانوا يفكروه ساحر. نفس الكلام بالظبط. لما نيجي نتكلم في علم الحروف الناس برضو هتقول ساحر، انما عشان مش عارف. انما فالفايدة التانية للتأويل هي التنبؤ باللي هيحصل. فالتنبؤ باللي هيحصل ده هو اللي بيخلي اصلا حياتك تبقى ماشية على الاقل وانت عارف وفاهم الطريق الى حد كبير. فده اصلا فايدة التأويل، الحاجتين دول، ان انت توصل لله سبحانه وتعالى الاول، اللي انت ما شفتوش ولا سمعت ولا اي حاجة، يؤمنون بالغيب. ايوه. وتاني حاجة التنبؤ، ان انت تبقى فاهم الطريق والاحداث. طب هل احنا بناخد علم التأويل او بنفهمه بعين الحب ولا بعين الخوف؟ وهل ده لو موجود فكتهديد للبني ادم ذات نفسه، في حد بيستوعبه وبياخده بسلاسة وفي حد لا، في حد ما بيدركوش بس بيخش فيه؟ بص هقول لك على حاجة. الانسان عامة نوعين. في نوع روحاني، وفي نوع حركي. ازاي نفرق بين الاتنين؟ ما انا هقول لك اهو. النوع الروحاني ده انت اصلا المفروض تبقى ايه فيهم؟ الاتنين. انت المفروض تبقى وسط. يعني هو الروحاني لو فضل روحاني بس هيفقد عبادات. ممكن ما تلاقيه مثلا ايه روحاني وما بيصليش خالص. فعلا. تلاقيه ناس كتير كده. وتلاقيه مثلا بعد شوية مع الوقت ممكن يتشعوذ ويروح مثلا حلقات صوفية بس ما بيعملش حاجة تاني، ما بيعبدش ربنا عبادة حقيقية. والحركي عشان كده احنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. انت لازم تبقى في النص زي الأنبياء، بين الاتنين. بين الاتنين. والحركي هو فقد الروحانية تماما. فتلاقيه علم الحروف بالنسبة له، أو التأويل أو التنبؤ أو الروحانيات عامة، كل ده بالنسبة له كلام دجل وشعوذة، هو ملوش علاقة بالقصة دي. فتلاقي عباداته جافة، مفيهاش مشاعر خالص. تلاقيه كلامه كله في الفقه بس، مع ان الفقه ده هو يدوب 10% من 10% القرآن في مثلا. القرآن. صح. فهو تلاقي كلامه كله في الحتة دي بس. فانت مينفعش تبقى يا ده ولا ده لازم تبقى تبقى بين في الاتنين. الوسط. نظرتك للنص بالعين دي او بالعين دي غلط، او هيبقى مش هنقول غلط، هيبقى ناقص. فالروحاني هو بيبص للحاجات كلها بعين الحب بس، فبيبقى بشيرا ونذيرا. صح. فبيبقى بشير، كل حاجة واخدها بسهولة ويسر عادي، ملوش علاقة بالعقاب. التاني باصص على الحاجات كلها نذير، باصص للجانب العقابي بس. فانت المفروض تبقى وسط بين الاتنين، بشيرا ونذيرا، زي الأنبياء وزي الأولياء وزي العلماء وزي الناس دي كلها. طب عمار، كيف يعني عايزين نعرف ازاي نعرف إشارات الكون ونفهم منها احنا في مسارنا الصحيح ولا لا؟ إشارات الكون دي يومية، كل يوم هو لكل في البشر؟ كل الناس. تمام. لأن أصلا هو الكون أصلا بيسير بإشارات الكون وبكلامنا وأفعالنا. صح. يعني لو البشر اتفقوا في يوم إن هم يسكتوا خالص وكله يقف، الكون يتهد. الكون يتهد خالص. لو البشر كلهم اتفقوا إن هم لا يتكلموا ولا كلمة وما يتحركوش خالص، الكون يقف، يتهد بالكامل. فمعنى كده إن الكون بيسير بإيه؟ بكلامنا وأفعالنا. وكلامنا وأفعالنا كلها ماشية في تروس بتأثر فينا كلنا. فهي كل يوم هو في شأن. ولذلك في 6 أيام اللي ربنا خلق فيهم السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض في 6 أيام. ثم استوى على عرشه. ال6 أيام دول، ويوم الجمعة ده اللي احنا هنتجمع في يوم القيامة. ال6 أيام دول كل يوم فيهم ليه شأن، ليه صفة. يوم كوني يعني، كل يوم فيهم ليه صفة. طب هنفترض هننزل بقى درجات أصغر اللي هي الأيام الأسبوع بقى العادية. كل يوم انت بيجيلك إشارات معينة مناسبة لليوم. الإشارات دي
انت مفروض هي اللي بتمشي بيها اصلا. يعني انت مفروض ماشي في مسار، والاشارات دي بتوجهك او بتساعدك. واحيانا الناس كتير بتفهم الاشارات، تحصل حاجه يقولك انا المفروض ما اعملش كده، تحصل حاجه تانية يقولك انا المفروض اعمل كده. وفي ناس بتبقى الدنيا الاشارات والكلام ده مش فاهمه. فاهم حاجه ان انت تبقى عارف المعلومه وتفهمها، عشان برضو في ناس بتجيلها الاشارات ما بتفهمش معنى الاشاره، حتى لو فهمت ان دي اشاره بيبقى تايه بقى. معنى ان انت تجيلك الاشاره، زي الاشاره دي ممكن تكون حلم او رؤيه. ايوه. لما تجيلك الاشاره وما تفهماش، تعرف على طول حاجه مهمه قوي، ان انت في حاجات في حياتك واخده حيز على الفاضي، مفروض تفلترها، تعملها ديليت. طالما في اشارات ما بتفهمهاش في حياتك، او في حاجه انت حاسس ان هي موجوده بس انت مش فاهمها، تعرف على طول ان في حاجه تانية واخده مكانها. طب عمار، زي بالظبط كده، مثلا لما تيجي تسمع معلومه حقيقيه مثلا وما تامنش بيها. انا مثلا لو جيت قلت مثلا، بدي مثال يعني، معلومه حقيقيه مثلا، او عن تاويل معين عن حرف الطاء مثلا يعني، ويجي واحد مثلا في بدايه السنه، يعني زي ما مثلا حد كان كاتب لي قبل كده على فيديو، ولو حصل مثلا وما حصلتش الحاجات دي هنعمل لك ايه يعني مثلا، ودي حصلت عن مثلا اثار مصر مثلا، او عن الاهرامات، او عن ايا كان، فحصلت، هو ما امنش ليه؟ عشان في معلومه في دماغه موجوده غلط، موجوده مكان المعلومه اللي اتقالت الحقيقيه، فهو ما امنش بيها. فنفس الكلام بالظبط للاشارات. طالما في اشارات بتجيلك او رؤى بتجيلك وانت مش فاهمها، تعرف على طول حاجه مهمه قوي، ان في حاجات مكانها في الدماغ او في حياتك شغله حيز وملهاش لازمه. مع الطلاق لازم تدور عليها وتتخلص منها، ده اللي يخليك تفهم الاشارات. كلمني يا عمار عن كتاب ليلة القدر. كتاب ليلة القدر. كتاب ليلة القدر هو الكتاب الثالث. ايوه. كتبته في 2024 ونزلته السنة دي. ونزل في معرض كتاب 2025. كتاب ليلة القدر هو كان واخد مسار عن ليلة القدر وعلامات ليلة القدر وبعض الأسرار في ليلة القدر يعني. وإذ فجأة دخلت فيه بمناسبة علم 29-25 سنة تساعية، فدخلت فيه تنبؤات علم 9 اللي هو علم 2025. وفي نفس الوقت كنت رابط ليلة القدر بالطور إن في علاقة بينهم. أيوه. فدخلت فيها برضو علم حرف الطاء، وعلم حرف الطاء وعلم 9 برضو. فكلهم كانوا مناسبين لبعض، فاتحطوا كلهم في الكتاب. الأهرامات بنهر النيل بالطور بعلاقتهم بليلة القدر بحرف الطاء وصور الطواسين. أيوه. والزلزلة بقى اللي لسه حصلة. تمام. عشان كده حبيت أسأل عن ليلة القدر مخصوص بسبب الزلزلة والزلزال اللي بيحصل كمان. الزلزال اللي كاتبه في ليلة القدر. أيوه حصل في باب الأهرامات. قرأت الكتاب في باب الأهرامات، لسه ما خلصتوش. في باب الأهرامات. وأقول لك على معلومة لو يا ريت. الأهرامات من أحد أسبابها وجودها إن هي تمنع أو تقلل تأثير الزلازل بسبب قوة علم الصوت اللي كان في بداية الزمان أصلا أساسا. دي معلومة لأول مرة يعني، أول مرة أقولها أصلا. طب دي حاجة كويسة. ولذلك في الكتاب رابط الزلزلة، وصورة الزلزلة على فكرة ترتيبها 88 يعني 9 رقم 9. فكله أصلا مرتبط ببعضه يعني. طب بما إن عمار يعني تنبأ في الكتاب بتاع ليلة القدر بأحداث كتير في 2025، عايزين نشوف نظرة عمار في 2026 بالظبط. ما تم لما 2025 تخلص، معلش دينا نظرة مبسطة. 2025 أحداثها تخلص أو تبدأ يعني على الطب بتاعتها خلاص تجيب في شهر 9 2025. يجي من بعدها شهر 10 تبدأ أحداث 2026. 2026 هتبقى يعني يعني هنقول 2026 كل الناس هتقعد على العروش بتاعتها، كل واحد هيقعد على العرش بتاعه الحقيقي في 2026. كل واحد بقى وعلى حسب العرش بتاعه يعني. طيب كلمنا على الكتاب اللي انت بتحضر له الجديد، ادينا نبذة عنه بسيطة. الكتاب الجديد هيبقى بإذن الله عن
هدخل فيه شوية عن النفس، هتكلم فيه عن النفس وعلاقة النفس بالحروف. واو. ان شاء الله يعني هيبقى حاجة برضو بإذن الله مختلفة خالص. يعني النفس في حروف معينة ليها علاقة بالنفس، فوجود الحروف دي ايه علاقتها بالنفس وآدم وكده يعني بإذن الله. وده مش عايز أحرق تاني يعني، بس هي دي الفكرة العامة بتاعت الكتاب. انت نورتنا وشرفتنا يا عمار، وممتنة جدا لوجودك. بس انا حابة اختم الحلقة بيك برسالة تقولها للجمهور او المشاهد او المستمع. الرسالة وهي اهم شيء بالنسبة لي يعني ان الانسان يدور دايما على مرشدين حقيقيين في الحياة، لان دي حاجة مهمة قوي. هو ازاي الواحد يعرف؟ احنا احيانا بنتخبط، وبالذات لو ما عندناش وعي كافي. ده حقيقي، بس هو ربنا قال حاجة مهمة جدا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صح. يعني دايما خلي نفسك ايه من المحسنين، دايما طهر من نفسك أول بأول، اجتهد في ان انت توصل للحاجة هتوصل لها. يعني مثلا ما حد يقول لي إيه انا بخاف ان انا اتوه اضل مش عارف ايه، انت مش هتخسر اكتر من اللي انت خسرانه في الوضع اللي انت فيه اساسا. صح. ولو فضلت مكانك هتضل اكتر، فلازم تبحث وتجتهد وتدور وما تخافش ما تخافش. وربنا بيقول والذين جاهدوا فينا، يعني دايما خلي ربنا هو الايه التارجت بتاعك، ده اهم شيء، مش نفسك ولا الحياة ولا هدف دنيوي ولا كده، لا خلي ربنا هو التارجت بتاعك بس. شكرا جدا يا باشمهندس عمار، ونورتنا. شكرا. ميرسي جدا. شكرا.